قُطع نصف رأسي ولم أمت. أنا كيمبرلي دي جونج. في عام 2008 عندما كنت أبلغ 18 عاماً كنت أعمل في نوبات مسائية لدى متجر صغير على أطراف ولاية ميسوري. في الساعة 2 صباحاً جاء رجل في أواخر الثلاثينات يرتدي نظارة وبدأ بالتجول، وسألني إذا كنت أعمل بمفردي وإذا أشعر بالخوف أثناء العمل. لم أرتاح لأسئلته، وقلت بأنه لدينا الكثير من العملاء. في اليوم التالي عاد نفس الرجل الساعة 8 مساء وبدأ بالتجول في المتجر، وعندما سألته إذا كان يريد المساعدة لا يجيب، وفكرت أن أقوم بالاتصال بأحدهم، ولكن عقلي تغلب على حدسي ولم أتصل. في النهاية طلب مشروبا، وعندما مشيت وسألته عن النوع الذي يريده أمسك بي ورفع سكين خاص بالسمك طويلا وله حافة حادة إلى رقبتي. من خوفي قمت بالركوع وغطيت وجهي وقلت له: خذ ما تريد من الأموال. قام بتركي وأخذ المال، ثم عاد إلي وأنا ما زلت راكعة، وأمسكني من شعري وسألني عن مكان الكاميرات، وقلت: لا أعرف. فأمال رأسي إلى اليسار قليلا وبدأ بقطع رقبتي وكأنه يقطع قطعة خشب، وأنا أصرخ، وفجأة أحسست بأنني لا أستطيع الصراخ ولا التنفس من خلال أنفي، وعندما حاولت التقاط أنفاسي من فمي شعرت بالسكين يدخل إلى قصبتي الهوائية، وكنت أشعر بالحرارة والدم يجري كالماء، وتركني أنزف على الأرض، وتوقعت أن الأمر انتهى، وها هو ذاهب، لكنه عاد وأمسكني مرة أخرى وبدأ بقطع حنجرتي، وأدركت أنه لن يتركني حتى يراني ميتة، فقمت بالتمثيل بأنني في حالة إغماء. انقطعت الأصوات، ولم أسمع إلا صوت غرغرتي عندما أتنفس. عندما فتحت عيناي وجدت المكان خال والباب مفتوح والشمس تشرق. قمت بالضغط بيدي على نزيف رقبتي وبدأت بالزحف، وفجأة انغلقت أشعة الشمس ولم أكن أرى من أمامي، وقلت في نفسي أنه عاد وهذه نهايتي، لكنني سمعته يقول: هل أنت بخير؟ كان الشخص زبونا جاء لشراء شيء ما. لم أكن أستطيع التحدث، كنت فقط أحرك إصبعي. عندما أزلت يدي وراء رقبتي خرج مسرعا من الخوف وأتصل بالطوارئ. بحلول الوقت الذي وصلت به الإسعاف كنت قد خسرت ثلث إرباع دمي، ولم يصدقوا أنني ما زلت على قيد الحياة. الأضرار كانت قطع حبلي الصوتي الأيسر، وقطع الوريد الأيسر بالكامل إلى نصفين، وأخبرني الأطباء أنني ربما لن أستطيع التحدث مرة أخرى، ولكن تجاوزت كل ذلك وخرجت من المشفى بعد أسبوع، واستطعت التحدث مجددا، وتم القبض على المهاجم ويدعى آركايفينغ البالغ 38 عاما، واتضح أنه مدمن ولديه تاريخ إجرامي واسع، وحكم عليه بالمؤبد مرتين بالإضافة إلى 50 عاما، ولكنه توفي في السجن فجأة بسبب مضاعفات في القلب عن عمر يناهز 43 عاما.